أسرع حلويات تقدري تعمليها بعد الفطار على طول من لفة الجلاش. هنعمل حاجة حلوة جدا وسريعة قوي. أول حاجة هنعمل الشربات، لازم يكون بارد. هنحتاج 2 سكر وواحد ونص مية وعصرة الليمونة، ومش هنقلب خالص وهنحطهم على نار هادية 10 دقايق بعد الغليان ونطفي عليه نسيبه يبرد. هنحتاج لفة جلاش وصينية الكب كيك هندهنها سمنة، ونجيب لفة الجلاش بتاعتنا ونلفها رول ونقطعها لقطع بقى على حسب الحجم اللي انتي عاوزاه، بس خليهم كلهم قد بعض بالشكل ده. هنحطها في الصينية بتاعة الكب كيك ونخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد كده هدهنها سمنة كويس جدا، عايزين السمنة كتير عشان خاطر هي دي اللي هتورق لنا الجلاش وتخليه حلو ومش معجن. هندخله الفرن حرارة متوسطة رف اوسط، هنراقبه طبعا، واول ما ياخد اللون من تحت هنقلبه الناحية التانية وياخد اللون برضو كمان. اول ما يخرج من الفرن بسقيه على طول بالشربات البارد، وبعد كده يبقى جاهز معايا. اقدر ازينه باي حاجه بحبها. هعمل كريمه، فهحتاج ربع كوبايه من اللبن المتلج وعليها معلقتين من السكر او على حسب الرغبه. هضربهم مع بعض لغايه ما يدوبوا، وهنزل بمعلقتين من الكريم شانتيه الخام ومعلقتين من الباستري، وهضربهم مع بعض كده لغايه ما يبقى القوام تقيل. ممكن اضيف كريمه لباني، ممكن اضيف قشطه زي ما تحبي. انا ضفت معلقة من زبدة الفستق وضربتها معاهم عشان تدي لون وطعم كمان، ودي على حسب الرغبة يعني. تقدري ان انتي تقدميه من غير اي حاجة خالص، بتبقى حلوة جدا مع شوية مكسرات، بتبقى حلوة جدا، او قشطة بلدي بتبقى حلوة جدا جدا. هنزين بقى بأي شكل، وهنحط كمان نوتيلا اللي حابب النوتيلا او اللي حابب الكريمة. وكده تبقى جاهزة معانا، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وشكرا جدا لمتابعتكم ليا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله.